من الأخت محاسن، آنسة محاسن، ورد منها السؤال المسجل وتداولوه الإخوان، وكانت فرصة التسجيل من محمد أدروب. ومما ورد أنه الموضوع إذا كان حكم الشريعة فيه ظاهر يبقى ما في مشكلة، وده طبعا واضح للمحاسن. برضو المسألة تلتبس عندما تدق في مجالات داخل منطقة الورع أو من منطقة أدق من منطقة الورع. والوقفة أمام المشكلة بعد ما حصلت المشكلة، كان في كلام من فضل عن أنه الإنسان بيعمل الواجب المباشر بإتقان، لكن السؤال إذا عدى نقطة أنك بتملك فرصة تقيف قبل العمل. إذا كان العمل ما تورطت فيه واجتهدت في الإتقان في النظر في الواجب المباشر وكيف تتقن عمله ثم عملت، بعد ذاك ما عليك إلا أن ترضى بالنتيجة، لأنه لو ما يجب أن تدخل هنا، ترضى بالنتيجة اللي بتحصل بعد أن جودتها. لكن السؤال عن عمل وقع، العمل الوقع بالصورة دي إذا كان الرؤية ما واضحة يكون في التوقف. الاقتراح اللي اقترحه دروب في أن الإنسان يفزع للصلاة لتنور له الطريق كلام جيد. كلام ورد من عبد اللطيف في أنه الإنسان إذا كان الرؤية ما وضحت له يتوقف وما ياخذ جانب من الجانبين كانوا. لكن عبارة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته دي في الحقيقة بتستعمل مع الإنسان في الخارج، لكن النفس ما بريئة. القاعدة دي مع السلوك مع النفس ما بتستقيم، وإنت لتصل إلى حقيقة الأمر مع النفس لازم تكون ضدها، فكأنها هي متهمة، وده بيجيب نوع من المجاهدة. وإنت سبيلك إلى أن ترى هو السبيل اللي ذكره بدري، فاتقوا الله ويعلمكم الله. أو من التقوى هنا أن تكون معك عازر لنفسك، لأنك بتدخل في مرتبة المجاهدة، والمجاهدة بتبتدي من حركة الخاطر بعدم الرضا عن النفس. وزي ما قلت لكم في بعض العباد من الأول بس قاعدته الحاجة اللي عايزاها نفسه يعمل ضدها، دي في البداية. وما من شك أنه النفس كل ما استجابت وكل ما كانت لطيفة ولينة وسالسة القياد الإنسان بيسر عليها، لكن حتى في النفس الكاملة ما يكون معها عشان تتم القسمة، يكون ضدها إلى أن يتجه أنها هي بريئة، كأنه هي متهمة، والأصل أنها متهمة إلى أن تثبت براءتها. لكن مع الناس الآخرين قاعدتك تنعكس، مع الناس الآخرين المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، مع نفسك المتهم مذنب إلى أن تثبت براءته. بالصورة دي أنت بتكون تدخل في مرحلة المجاهدين حتى بعدم الرضا عن النفس. والمجاهدين موعودين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة زي ما قلنا بتبرز في العمل، لكن بتبتدي من حركة الخاطر بعدم الرضا عن النفس. والنفس في الحقيقة تلبيسة كثير جدا، تلبيسة كثير بالصورة اللي حتى يعني تسوق للطاعة، وزي ما قال عنها البصيري وراعها وهي في الأعمال سائمة فإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. يعني هي سارحة في الطاعة، انت برضك راعيها واتهمها، لأنه قد تجد في الطاعة لذة اللي هي أن الناس يمدحوها على الطاعة. فإذا كانت بتعمل الطاعة لتمدح بأنها طائعة أصبحت عملا لغير الله، فصدها من أن تسوم، من أن تسرح في الوادي الممرع الخصيب ده واللي هو الشريعة بتوافقك عليه وأنه طاعة. فهي دسائس كثيرة جدا، ولذلك دائما هي متهمة إلى أن تثبت براءته. بعكس والصوفية يقولوا أنه الإنسان المجاهد الناس منه في راحة ونفسه في عذاب. الناس منك في راحة يكون نفسك في عذاب، نفسك ما ترتاح. حتى لو بقت في مرتبة كاملة عندها رجعة
للأمارة. بندول الساعة بالصورة دي في لحظة من اللحظات يشد بين الكمال والنقص، فهي عندها الصورة بالشورة دي. فلما تكون ضدها أنت بتهتدي وتصبر. دايما أنت مظنة نقص عندك، عند نفسك أنت دايما مظنة نقص. بعدين الصورة الاثنين من الله، وزي ما قال عنها بدري الهدى والضلال من الله، لكنك أحيانا قد يجي الخاطر نفساني، والصوفية يسموه الخاطر الشيطاني، والشيطان عندنا النفس. حتى في أدق تلبيسات عندها صورة من الإيحاء الشيطاني، فهي متجهة لتبرير عملها ما تمشي معها. هنا الجانب ده من الله في الحقيقة، لكن من النفس. من الله في الحقيقة لكن من النفس في الشريعة، في شريعتك انت. حتى لو كنت انت صاحب شريعة فردية وصاحب معرفة، في شريعتك ده من نفسك، لكن هو كل شيء من الله في حقيقته. وده ما ميز بينه وبين الرضا والإرادة. كل شيء يجي من إرادة الله. الكفر أراده الله لكن ما بيرضاه من نفسه، فيبقى إذن الغربلة بتجي من هنا الاثنين من الله، لكن يا تلبي صادف مرضاته، وانت مأمور بأن تتبع مرضات الله مش إرادة الله. وده التوقف فيه ولوم النفس إلى أن تظهر أنها بريئة، ده أسلم السبل. بعدين المجاهدات الأخرى اللي منها حكى دروب أنه الصلاة. وعبد اللطيف أشار إلى النقطة دي أنه الإنسان ما يكون راضي عن نفسه، لكن قال ما يكون راضي عن نفسه لأنه عقله ما استطاع أن يميز، كأنه شايف كده. فهو هنا عنده وجه مشى له لكنه ما هو في المستوى المطلوب، أنه ما دام ما استطاع أن يرى النور الأبيض من النور أو الخيط الأبيض من الخيط الأسود في القضية المواجهة، ده ذاته نقص يوجب عليه أن لا يرضى. لكن ده مستوى من عدم الرضا أقل من المستوى المطلوب هسه عندنا نحن. بعدين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ده ما مشى له أدروب باعتبار الصلاة، وعبد اللطيف يتكلم عنه، بدر يتكلم عنه، كأنه في نقص في المجاهدة. سدد وانتظر وما تصدر حكمك، وليس ما تنتظر أن يجيك النور اللي بتصدر به الحكم، نفسك متهمة مش بريئة. لا يمكن يكفي في الإجابة على الموضوع ده إلا إذا رأت محاسن أنها تفرع عليه أو